السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملعب استاد القاهرة ونادي الزمالك والتعادل مع البلدية، ما ينفعش أرضية استاد القاهرة تبقى بالوضع ولا بالمنظر ده. استاد القاهرة اللي صنف على أنه من أفضل ملاعب قارة أفريقيا، من أفضل ملاعب الشرق الأوسط، إن أرضية الملعب بتاعته تبقى أرضية كأن معيش سرحة فيها، كأن غنم بتسرح تاكل النجيلة. احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. طيب هل يعني الأرضية تهلكت بسبب آه، كتر اللعب على الاستاد؟ طيب هل اللي بيحصل ده بسبب ارتفاعات الحرارة، يعني الشمس والحرارة مأثرة على النجيلة نفسها، مأثرة على اللون بتاع النجيلة أو خضران النجيلة علشان خاطر إن هي تطلع، أو إن هي تبقى أرضية كويسة، تبقى صالحة للعب الماتشات الكبيرة عليها؟ طيب عندنا ماتشات للأهلي وماتشات للزمالك بتتلعب عليها، ولكن عايزين نشوف بدايل. الأهلي زمان كان بيلعب على استاد السويس، على استاد السلام، كان في بدايل، فكانت أرضية استاد القاهرة كانت بتبقى تحسها سجادة بتجري عليها. وكان استاد القاهرة بيبقى معروف إن هو أرضيته من أفضل أرضيات الملاعب في الشرق الأوسط. ولكن ماتش البلدية النهاردة أظهر يعني إن الأرضية نفسها تحس إن مش دي الأرضية. تحس إن دي مثلا زي استاد المقاولين. استاد المقاولين دلوقتي بقى عامل زي الجبال كده، في متدرجات كده. الكرة لما بتمشي ما بتمشيش عليه مستوية كده طبيعية، لا بتمشي عليه كده 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 مطبقة. تمام. النهارده الأرضية لونها أصفر مش أخضر. طب فين يعني فين المسؤولين عن استاد القاهرة من الكلام ده؟ طيب ليه لحد دلوقتي احنا ما بنلعبش على استاد العاصمة الإدارية الجديدة؟ استاد العاصمة الإدارية الجديدة اللي المفروض يتلعب عليه ماتشات ودية ما بين المنتخب وما بين آه، منتخبات كبيرة زي بلجيكا أو كرواتيا عفوا. ليه ما بيتمش اللعب عليه وافتتاحه؟ ليه ما بنفتتحوش رسميا؟ يعني حتى على الأقل نلعب عليه استاد، نلعب عليه مباراة كأس مصر مثلا نهائي ويتم افتتاحه، أو يتلعب عليه مباراة زي مباراة الأهلي وبيراميدز، تمام، باعتبارها بقت مباراة قمة دلوقتي، وده الشيء الغريب يعني في الكرة المصرية. يتلعب عليه علشان خاطر يتم افتتاحه رسميا ونخف الضغط شوية على استاد القاهرة اللي بقى في حالة مزرية جدا. يعني مصر دلوقتي يعني ما بقاش فيه ملعب نقدر نقول ان المنتخب يقدر يلعب عليه، ولا الاهلي او الزمالك يقدروا يلعبوا عليهم البطولات الافريقيه. طب ما هم كده هيتاثروا باللعب. لو مثلا عندك فرقه افريقيه من ملاعب مثلا من شمال او غرب افريقيا، الناس دي متعوده على اللعب في الملاعب سيئه النجيل، واخدين على اللعب في النجيل الصناعي. فانت لما تيجي تلاعب فرقه من الفرق دي على ملعبك النهارده، انت معرض ان انت تتعادل او تخسر. فانت يعني ليه تخسر ميزه مهمه جدا جدا في ماتشاتك اللي زي دي؟ دي كانت النقطة المهمة اللي حابب اتكلم عليها بشأن استاد القاهرة. والنقطة دي اللي كان علق عليها مارسيل كولر في المباراة اللي قبل مباراة بيراميدز، اللي هي مباراة طلائع الجيش او المباراة اللي قبلها على ما اعتقد. وكان يعني طلع تصريح من رئيس استاد القاهرة وقال ان ارضية الملعب كويسة، وان مارسيل كولر ما ينفعش يقول كلام زي ده على ارضية الملعب. فالنهارده احنا شفنا الارضية عاملة ازاي. نخش بقى على مباراة الزمالك نفسها. الزمالك النهارده بيتعادل 0-0 مع المحله، مع الرأفة. بلديه المحله النهارده جالها حوالي 5 أو 6 فرص قدام الجول. يعني كانت فرصه منهم كانت قادره ان هي تخلص المباراه. فجوميز الاستراتيجيه بتاعته او الخطه بتاعته ما بقتش واضحه. انت عايز تعمل روتيشن، ولا عاوز تخسر وتفقد نقاط، ولا انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ هو كده كده عارف ان خلاص المركز الثاني بالنسبه له والمركز الاول خلاص، القصه بالنسبه لهم منتهيه، فهو بيلعب على ثالث او رابع. وقصه الكونفدراليه خلاص الموضوع خلص، فهو دلوقتي هيشارك في الكونفدراليه بشكل رسمي. ولكن هو دلوقتي بيعتمد على انه يعمل روتيشن ما بين اللاعبين، ان هو يصعد لاعبين من فرق الشباب. طيب انت فين لاعبين الخبره اللي عندك على الدكه؟ ما هو انت لازم تعمل توازن. انت مش هتلعب مثلا انت عندك في الملعب 11 لاعب، مش هينفع تلعب مثلا بثمان لاعبين او 7 لاعبين من الناشئين، والباقي من اللاعبين اللي كانوا قاعدين على الدكه اللي هم حتى صف تاني.
انت عندك عبد الله السعيد بره، وعندك ناصر ماهر بره، وعندك اوباما بره. انت ليه ما بتنزلش حتى عنصر واحد في الشوط الاولاني، وبتعتمد مثلا على محمد اشرف رؤى في نص الملعب، وبتعتمد على مصطفى شلبي وغيرهم من اللاعبين اللي هم بيعتبروا يعني خلصانين بسبب الموسم. طيب عندك الناشئين حتى الناشئين مش اللي هم الناشئين اللي واخدين التوليفه مع بعض عشان خاطر يقدروا يمزجوا اللعب ما بينهم وما بين بعضهم. خروج زيزو ومحمد شحاته واللاعبين اللي خرجت للمنتخب الاولمبي ده فعلا اثر على الزمالك، وده واضح النهارده من خط وسط الفريق. النهارده البلديه يعني بيوصل للمرمى بتاعك اكتر من مره، وكان كنت معرض ان انت تخسر باكتر من هدف. زائد عندك لاعب زي ناصر منسي النهارده اهدر فرصه قدام الجون والجون فاضي خالص. يعني انا مش شايف ان لاعب زي ده بصراحه يكون بقيمه نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي فقد المركز الثاني في الدوري السنه دي بصراحه. انا اهلاوي ولكني حزين عليه بصراحه، حزين فعلا على ان نادي الزمالك ما يبقاش هو الغريم التقليدي اللي احنا متعودين عليه للنادي الاهلي. عندك مساعدين جوميز، فين كابتن عبد الواحد؟ فين كابتن احمد مجدي؟ الناس دي ليه ما بتحطش اللمسه بتاعتها في التشكيله علشان خاطر يعني يقدروا يحركوا اللاعبين شويه؟ فين الحماس اصلا اللي بيبقى على الخط؟ جوميز بيبقى واقف، هو بينزل لاعبين لسه بيستكشفهم. طيب انت عندك المدربين او المساعدين بتوع المصريين المفروض ان هم عارفين اللاعبين دول، ليه ما بيوقفوش على الخط بداله عشان خاطر يوجهوا ويقدروا يحركوا اللعب شويه؟ بتنزل النهارده سيف فاروق جعفر وبتنزل اوباما، بتلعبهم الاثنين على الجنبين او الجبهتين اللي هم اساسا مش عدلتهم. فانت النهارده برضو بتلعب مثلا لاعب زي اوباما المفروض ان هو يبقى بيلعب مركز 10 مثلا، فانت بتلعبه يعني مش فاهم انا بصراحه. فلازم حضرتك تتكلم مع اللعيبه علشان خاطر تقدر تعمل توليفه. المفروض ان انت عندك عبد الله السعيد وعندك ناصر ماهر بره، الاثنين صناع لعب. طب ما تنزل واحد في الشوط الاول، يعني نزل حتى عبد الله السعيد في الشوط الاول باعتبار ان هو خلاص بدنيا مش هيقدر يستحمل ان هو يلعب ال 90 دقيقه، فانت نزله في الشوط الاول، استفيد منه مثلا بكره او كورتين يقدروا يوصلوا المهاجم للجول علشان خاطر يقدر يسجل لك هدف تحافظ بيه على المباراه او تحافظ بيه على الريتم بتاعك في اللعب. فالنهارده جوميز النهارده جوميز بيعمل عمليه روتيشن خاطئه جدا. لو مشيت في التسع 10 ماتشات اللي جايين الزمالك هيفقد نقط كتيره جدا. يعني ده الملخص بتاع الماتش النهارده. كابتن احمد كوشري بصراحه عمل ماتش مهم جدا جدا جدا، بيوصل للنقطه 24 عشان خاطر يقدر يبعد عن مراكز الهبوط. بنحييه طبعا على مباراه النهارده وادارتها بشكل جيد، ولكن تحذير لنادي الزمالك من الموسم المقبل. لو لم يتم تدعيم الفريق بعناصر جيدة جدا الفريق هيعاني كتير جدا جدا جدا، وقد يصل لما وصل إليه نادي الإسماعيلي. شكرا لحضرتك.